تعالوا بقى يا بنات اقول لكم ايه النهارده. هعمل وصفات كتير اقتصادية وسهلة وبسيطة. حبايب قلبي بقى اللي طلبوا مني وصفات اقتصادية وسهلة وبسيطة وحاجة كده ايه تفتح النفس من الاخر. إيه النهارده يا بنات هعمل إيه بكيلو، يعني كيلو مفروم هعمل منه 3 وصفات. و هيفضل كمان يعني من المفروم هتقسميه بقى كده على 2 وهتعملي بيه وصفتين تانيين. يعني بصوا من الاخر كده 5 وصفات بكيلو مفروم. تمام. بصوا عايزه اقول لكم الطعم حكايه، وعايزه اقول لكم ان انا النهارده هفتح على المخلل الليفت اللي كنت مملحه معاكم، واللي ما شافوش بقى ايه هسيبه في صندوق الوصف يدخل ويتفرج عليه. بصوا بقى يا بنات هنا إيه سبانخ بالبشاميل، وعملت مكرونه بالبشاميل، وعملت كوسه بالبشاميل. لا دي يا بنات الكوسه، دي الكوسه اللي بالبشاميل. تمام. بصوا طعمها بجد جبار وسهل جدا وبسيطه جدا، والمكونات بتاعتها مش كتير. وانت كده كده ايه خلاص هتعملي بقى ايه بشاميل، فزودي بقى شويه اللبن وهتطلعي معاكي 3 اصناف زي الفل. وهتشيلي كمان مفروم هتعملي بيه صنفين قبل كده بعد كده يعني. وهقولك هتعملي ايه بالوصفتين التانيين كمان ببقية العصاج. خلاص معلش انا مش مجمعة النهاردة، فلسه صاحية كده فايه بسجل لكم الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بقى ايه حطي لايك للفيديو كده اول حاجة، وتعالي معايا على المطبخ كده على طول عشان اقول لكم هنعمل ايه النهاردة. هقول لكم ايه، انتوا عرفتوا بقى اللي انا هعمل ايه، ولكن هقول لكم بقى الطريقة سهلة وبسيطة زي ما قلت لكم. وفي تريكات كده بتخلي الحاجة معاكي بجد طعمها حلو قوي، وتلاقي الوصفة ناجحة معاكي. خلاص. اول حاجة كده يا بنات حطيت على البوتاجاز مية وسبتها بقى ايه علشان تغلي. جبت بقى البصل قشرته وغسلته وهبتدي افرمه كده ايه في الكبة. ده بنات حوالي ايه نص كيلو بصل كده او اكتر شوية يعني. المهم اللي انا هاخد جزء منه هعمل العصاج، وجزء تاني هعمل بيه بقية الوصفات. خلاص. بس حطيت طاسة على النار، حطيت يا بنات مكعبين زبدة كده ومعلقة زيت. طبعا زي ما احنا عارفين ومتعودين لازم نحط معلقتين زيت مع الزبدة علشان الزبدة ما تتحرقش معاكي. هنزل بقى يا بنات كده ايه بكيلو المفروم. طالما عندك مفروم يبقى زي ما قلتلك عندك كيلو عندك 2 كيلو، يبقى تعصجيه كده كله مع بعض وتقسميه في اكياس. فهيبقى الموضوع بالنسبة لك سهل جدا اللي انتي تطلعي وتعملي منه وصفات كتير قوي. خلاص. بس يا بنات هنا بقى المية بتاعتي غليت، حطيت كده معلقة زيت ومعلقة ملح وهنزل بالمكرونة. بصوا حطيت حوالي كيلو الا ربع، الكيس ده كيلو فانا حطيت كيلو الا ربع بس. خلاص. بس وهسيبها بقى ايه كده تتسلق مع نفسها. تعالوا بقى ايه نشوف كده العصاج بتاعنا. قعدت اقلب بقى يا بنات في المفروم لغايه ما نزلت الميه بتاعتها كده. وبعد كده نزلت بيه البصل، سبت بقى ايه حوالي كده بصلتين صغيرين كده مفرومين علشان هعمل بيه حاجه تانية يعني. فانت خليكي معايا وركزي كده، اوعي تتوهي مني. احنا هو سلقنا المكرونه وبنعمل ايه العصاج. تمام. حطيت بقى ايه معلقه ملح وفلفل اسود و7 بهارات او بهارات اللحمه. وحطيت رشه قرفه بسيطه خالص. رشه القرفه دي يا بنات بتضيع اي زفاره في المفروم. مش ساعات كده ايه ممكن تاكلي كده عند اي حد او تيجي تاكلي كده اي حاجه معموله باللحمه المفرومه بتحسي بطعم الزفاره كده. لا رشه القرفه دي مش هتخليها زفره خالص. بعد كده يا بنات بشرت جزرايه ورحت نازله بيها على العصاج بتاعي. وهنا عندي فلفل الوان كنت مفرزاه في الفريزر، فنزلت بايه بشويه كده ايه وهم طبعا ايه مجمدين. خلاص. طبعا بيعلي القيمه الغذائيه الجزر والفلفل، وكمان بيكتر معايا العصاج. انتوا مش غرب يعني، احنا عايزين نكتره علشان ايه نعمل كذا وصفه كده ويبقى العصاج كده كتير كده وفيه بركه. تمام. بس فحطيت بقى الجزر المبشور وحطيت الفلفل الالوان. هنا عندي بنات المكرونه اهي طلعتها
انا مش هشطفها ولا حاجه. طلعتها كده وسبت الميه بتاعتها، اوعي ترمي الميه بتاعتها علشان هنعمل بيها البشاميل. هنا يا بنات الكوسه ده عندي كيلو كوسه، فغسلتها كويس قوي كده بالفرشه بتاعه الخضار. يعني مهم جدا ان انتوا تغسلوها كويس علشان بيبقى فيها رمل. تمام. بعد ما غسلتها ابتديت بقى ايه بالمقوار قعدت ايه اشرحها كده من بره. بصوا هتديكي الشكل الحلو ده. وبعد كده هرجع اغسلها تاني. مهم جدا ان انتي تغسلي الكوسه بالزيت علشان ايه ما تحسيش بطعم الرمل كده بيقرقش كده لو انتي ما غسلتهاش كويس. تمام. فانا غسلتها ايه مره واتنين. ابتديت يا بنات اقطعها كده بالورب بالشكل ده اهو. وكده خلاص ايه بقت جاهزه عندي. تعالوا بقى كده ايه على البوتاجاز. جبت الطاسه بتاعتي، حطيت معلقتين زبده ومعلقه زيت. وبعد كده هسيبها كده ايه تسخن معايا. وبعد كده ايه هنزل ببصلايه صغيره. طبعا انا شلت جزء من البصل. تمام. حوالي بصلتين صغيرين زي ما قلت لكم، فيعتبر نزلت ببصلايه. وبعد كده بفص توم قطعته كده ايه حتت صغيره خالص. ما تحطيش التوم الاول عشان ما يتحرقش منك، انزلي بالبصلايه الاول. وهبتدي ايه اشوحها كده بالشكل ده. بصوا اللي انا شلتها دي كانت حته بصلايه كده ما اتفرمتش كويس، فاستغنيت عنها وشلتها. ابتديت اشوح يا بنات. ريحه بقى البصل مع الثوم بصوا ريحته حلوه جدا. ابتديت انزل بقى بالكوسه بتاعتي وهبتدي اشوحها كده. المرحله دي يا بنات لما بشوح الكوسه علشان تقلل معايا السوا في الفرن. تمام. فالمرحله دي مهمه جدا. حطيت بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود. وفي الكوسه والسبانخ بلاش تزودي الملح. دي يا بنات جبنه موتزاريلا كنت جايباها من كارفور، نوعها فريش. عايزه اقول لكم طلعت سيئه جدا والله العظيم. المهم انا طلعتها من الفريزر، حطيتها كده جنب النار كده عشان تفك شويه. الافضل ان انت تطلعيها قبلها بشويه علشان تفكي يعني. المهم ايه حطيت معلقه نعناع اللي انا فركته دلوقتي كده، حوالي معلقه نعناع فركتها ايه على الكوسه لغايه ما ابتدت تدبل شويه كده، وحطيتها في البايركس. تمام. في نفس الطاسه يا بنات هحط برده مكعب زبده ومعلقتين زيت كده. وهنزل بايه بالبصلايه بتاعتي اهو. كده خلاص البصل عندي خلاص. تمام. لما تيجي تعملي كذا وصفه، وهنا برضو ايه فص توم مفروم. لما تيجي تعملي كذا وصفه هتستخدمي بصل وفروميه كله مع بعض، وابدأي وزعيه بقى على الوصفات بتاعتك، بدل ما تمسكي وصفه وصفه وتقعدي تفرمي لها بصلايه بصلايه. دول يا بنات كيسين سبانخ برضو كنت مفرزاهم معاكم. و هنزل برضو على البصل والثوم بعد ما تشوح كده، مش يتحمر يتشوح بس. هنزل بيه بالسبانخ وهي مجمده. تمام. هعمل بقى ايه صينيه سبانخ بالبشاميل بجد تحفه. لو انتي او ولادك مش بيحبوا الكوسه او مش بيحبوا السبانخ، اعمليها بالبشاميل بجد بجد هتبقى جباره وهيحبوها جدا. بس يا بنات ابتديت بقى ايه طبعا السبانخ بتدبل معاكي، يعني تشوحي فيها كده. وبعد كده تحطي برضو ملح، ما تكتريش الملح. وتحطي رشة فلفل اسود ورشة شطة. لو عندك بابريكا حطي كمان بابريكا، بس انا بصراحة ما كانش عندي. خلاص. بس وبصوا هي بقى ايه هتنزل المية بتاعتها. هبتدي اقلب فيها كده لغاية ايه ما تشرب ميتها، تبقى مفرفره معاكي كده. كده خلاص اهي خلصت عندي. هحطها ايه في البايركس. تمام. يبقى كده خلاص شوحت الكوسه وعملت السبانخ، ولكن ايه لسه بقى التركات الاخيره. هحط كده كله مع بعض وهعمل هنا يا بنات ايه هعمل البشاميل. تمام. حطيت بقى الزبده بتاعتي حوالي كده ايه 3 مكعبات كده او مكعبين كبار. وحطيت زيت. تمام. بس هسيبه بقى ايه يسخن شويه. وبعد كده ايه هحط الدقيق. حطيت حوالي 5 معالق دقيق. تمام. وهبتدي ارب كده يا دوب يلون معاكي ويفك. انا مش بحمر الدقيق، ده يعتبر ني في ني على فكره، يعني على البارد كده بس. وبعد كده هنزل بقى ايه بلتر ونص لبن. انا هنا حطيت لتر علشان انا يا بنات هعمل 3 صواني. وبعد كده هحط حوالي ايه نص كيس كده. تمام. تعالوا بقى ايه هنا هحط بقى الملح. ظبطي بقى ايه الملح بتاعك. وهحط هنا يا بنات حوالي معلقه كبيره لبن بودره.
عايزه اقول لكم اللبن والنشا مع البشاميل بيخليه طعم كريمي كده، بصوا تاكلوه بالمعلقه بجد. هنا بقى حطيت معلقه اللبن البودره وابتديت اربه كده بالشكل ده. وبعد كده هحط بقى ايه حوالي كوبايه كبيره كده من ميه سليق المكرونه اللي احنا سلقنا فيها المكرونه. خلاص، دي برضو بتعزز الطعم وبتبقى طعمها حلو جدا. ابتديت بقى ايه طبعا بالمضرب السلك كده، ابتدي بقى ايه فكفكي كده. وحطيت بقى ظبطت الملح. وعلى فكرة حطيت نشا. تمام، ولكن انا مش عارفة حطيت ولا الحته دي ما جاتش، معرفش ليه. ولكن حطي معلقتين نشا. بص يا بنات، الجبنه لسه ما فكتش معايا، فالجبنه الموتزاريلا فخدت منها قطعه كده وابتديت اعملها بالسكينه على البشاميل. ورشه جوز الطيب كده في الاخر، وده اختياري. تمام. عايزه اقول لك بقى هتاكلي كده ايه يعني حبه بشاميل كده بجد تحفه بجد. دي الطريقه يا بنات اللي انا معتمده عليها في كل بشاميلاتي، ان انتي تحطي لبن بودره وتحطي نشا، تحطي جبنه موتزاريلا لو عندك جبنه مثلثات، ميه سليق المكرونه مع كوبايه شوربه. بصوا الحاجات دي كلها بتعززها وبتخلي طعمها حلو جدا. بصوا بقى، انا هنا البشاميل اللي عندي خلاص اهو، حطيت شويه كده في الصينيه وحطيت حوالي كبشه كده ايه على المكرونه. وابتديت احط نص المكرونه وبعد كده هحط العصاج. عايزه اقول لكم بقى العصاج بصوا فاخر من الاخر. طعم الطعم حلو جدا، وطبعا القيمة الغذائية لاني عليه خضار، عليه بقى الجزر وعليه فلفل الوان، وانتوا عارفين طبعا ايه قيمته الغذائية. بس يا بنات بعد كده هننزل بقى ايه ببقية المكرونة. و احط بقى كده ايه بشاميل كده ايه من على الوش. كتري بقى في البشاميل كده، مش عايزاكي تستخسري. بصوا يعني ده كيلو ونص على قولي كوباية مية سليق المكرونة، فما شاء الله البشاميل عندي كتير. كده خلاص المكرونه هي حطيت عليها البشاميل. تعالوا بقى يا بنات للسبانخ. إيه ما بحطش طبقه وطبقه، حطيت كده ايه على السبانخ شويه عصاج، وابتديت اقلب كده ايه كله مع بعض. وبعد كده هحط البشاميل. تمام. عايزه اقول لكم بجد السبانخ بالبشاميل دي عظمه بجد، حاجه كده ايه جميله جدا. لو انت ما جربتهاش جربيها، طريقتها سهله وبسيطه خالص ومش هتاخد منك وقت. وعلى فكره السبانخ كتير جدا في السوق ومش غاليه، تقريبا الكيلو ب8 جنيه. فهاتي كيلو كده وجربيه بجد هتعجبك، وبعد كده اكتبي لي رايك في الكومنتات لو انت عملتيها. اي حد بقى جرب وصفه من وصفاتي يكتب لي في الكومنتات تحت. وبس هنا بقى ايه الكوسه بتاعتي يا بنات برضو حطيت كده عصاج وقلبتها كده. انتم ملاحظين ان طريقه الكوسه نفس طريقه السبانخ. تمام. بس قلبتها بقى كله مع بعض كده، وبعد كده حطيت البشاميل كده ايه على الوش. هبتدي اسوي بقى كده ايه البشاميل بتاعي. و مهم جدا ان البشاميل كمان ما يبقاش تقيل، عارفه لما هيبقى تقيل معاكي هيكلكع وهتلاقيه كده مش حلو خالص يعني. الجبنه بقى دي يا بنات زي ما قلت لكم كنت جايباها من كارفور، اسمها فريش، وهي ولا فريش ولا بتاع، هي مش حلوه خالص. ولكن قلت يلا ايه لازم اخلصها طبعا، هوديها فين؟ وكنت جايباها بحاجه و90 جنيه. وبما اني نوع الصفا احلى منها 100 مره. جبنه الصفا حلوه جدا، وبرده تقريبا نفس السعر، كانت بحاجه و90 جنيه. معرفش بقى دلوقتي غليت ولا لا، ولكن انصحك بالصفا طبعا او الاطباء او الحمد. دي احسن انواع الجبن. بس المهم يا بنات ايه زي ما قلت لكم دي الجبنه بقى المتاحه عندي، فهشتغل بيها النهارده. طبعا زي ما احنا متعودين معلقه لبن فوق الجبنه الموتزاريلا، علشان لما تدخليها الفرن ما تلاقيش الوش نشف معاكي، يبقى ايه الوش جوسي كده وطري، ما ينشفش معاكي. مهم جدا اللي انت تحطي معلقه لبن كده ايه على الجبنه على الوش بعد ما تخلصي الصواني بتاعتك. هنا الفرن عندي اهو سخن على درجه حراره 180، وحطيتها على في النص، يعني حطيت 2 في الشبكه اللي في النص وواحده فوق. تمام. بس بصوا بقى عايزه اقول لكم بقيه العصاج. يعني انا هو عملت ما شاء الله 3 صواني. تقدري تعملي وصفة من الوصفات دي بس، وتقسمي العصاج بتاعك وتطلعي كل يوم كيس وتعملي وصفة مختلفة. طبعا ده بيرجع على عدد أفراد أسرتك
وانتوا كام واحد وكده. تمام. عملت بقى العصاج وهحطه في الفريزر ان شاء الله. تقدري بقى ايه اطلعه، تحشي بيه بطاطس، تعملي بيه سمبوسك، تعملي بيه جلاش، رقاق، هينفعك. تمام. بصوا بقى هنا اللفت اهو يا بنات اللي احنا عملناه مع بعض. هسيب لكم بقى الطريقه بتاعته في صندوق الوصف لو انتوا ما شفتوهوش. وده الكرنب، لما فرزنا الكرنب يا بنات ملحت برطمان كده، عايزه اقول لكم بجد كان خطير. وعايزه اقول لكم اللفت مقرمش وحلو جدا. اول ما يستوي يا بنات حطوه في التلاجة علشان ما يطراش معاكي. هو قعد تقريبا 4 5 ايام وفتحت عليه. هنا بنات خلاص طلعت السبانخ وطلعت المكرونه. بصوا دول ما بياخدوش وقت خالص، يا دوب كده ايه ربع ساعه مثلا، او ربع ساعه وتفتحي عليها الشوايه من فوق هيديكي اللون ده. ولكن الكوسه بتغيب شويه، يعني ممكن تقعد لها نص ساعة أو حاجة. فأنا إيه طلعت دول وسبت بقى إيه الكوسة في الفرن، ولكن هطلعها معاكم دلوقتي. بصوا بقى عايزة أقول لكم بقى، بصوا المكرونة بجد جميلة. أنا بحبها طبعا جوسي كده زي ما انتوا عارفين، فبتطلع معايا سايحة كده وجميلة. والسبانخ برضو نفس الكلام، بصوا جوسي وحلوة جدا وريحتها بجد جبارة. لو انت بقى عايزة تطلعي كده القطعة بقطعتها، تسيبيها بقى تبرد خالص. وعلى فكرة انا لما طلعت السبانخ برضو عشان الوش ما ينشفش، والمكرونة غطيها كده اول ما تطلع من الفرن. بصوا يا بنات السبانخ بجد حلوة قوي. طبعا الكلام ده ما بيحتاجش طبعا رز. السبانخ والكوسة انا بحب ايه بنحب ناكلها بالعيش. ولكن انت لو حابه رز اعملي رز. ولكن انا كنت عامله مكرونه بشاميل فما كانتش محتاجه رز. دي يا بنات الكوسه اهي خلاص اهي استوت معايا، قعدت حوالي نص ساعه. لغايه ما تاخدي كده الكوسيه كده، طلعي كده واحده وتدوسي عليها كده بالشوكه هتلاقيها استوت، يبقى كده خلاص وتديها لون وتطلع على طول. بصوا بصوا البشاميل بقى حاجه ايه بجد حلوه جدا. اتمنى بجد اللي انتوا تجربوا الوصفات دي، هتوفر معاكم كتير. بكيلو مفروم هتعملي 5 وصفات، انا النهارده هو عملت 3 وان شاء الله هعمل معاكم وصفتين في فيديو تاني ببقيه المفروم طبعا. اتمنى تكونوا اللي انت خدتوا افكار. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناه، لو مش مشتركه فعلي الجرس للكل علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.